السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة ماس إكسبريس. هنبدأ النهاردة في ليسن 2 مع بريب 1. يعني ليسن 2 بتاعنا النهاردة بيتكلم على حاجة اسمها scientific relation. فتعالوا نبدأ كده بالبيكتشر اللي قدامنا دي. هو هنا مديني الماس اوف مون والماس اوف ايرث والمايكرو اوف اوكسجين. فالنمبرز دي كبيرة جدا إن أنت تعمل لها ريدنج. فعشان كده النهارده هنتخصص في ليسون 2 ان احنا ازاي نقدر نحول الجريتست نمبر دي لنمبر نقدر نعمل له ريد، او حتى السمولست نمبر دي نقدر نعمل لها ريد. طيب، تعالى الاول. اهم حاجه نعرفها عن الليسون بتاعنا هو الستاندرد فورم بتاعت السيمبليفيكيشن. ايه هي الستاندرد فورم او الرولز بتاعت السيمبليفيكيشن؟ بيقول لي ان ايه multiply 10 to the power of n. اوكي. طيب where 1 less than or equal الابسوليوت فاليو للتر A less than or equal 10. يعني معنى كده ان النوميريك بتاعي ده اللي معمول multiply 10 to the power of n لازم يكون more than 1 or equal and less than 10. يعني ممكن يكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ممكن يكون decimal. المهم ان هو يكون between the two numbers دول. خلاص. طيب، وفي كونديشن مهم جدا 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 اللي هو بيقول لك ان ال n تكون belong الزد. ال n دي اللي هي الباور. لازم تكون الباورز دي بينهم زد. طب ايه هي الزد؟ الزد تعالى نفتكرها مع بعض، اللي هو الزيرو والنيجاتيف والبوزيتيف نمبر. يعني ممكن يكون الباور بوزيتيف، ممكن يكون زيرو، ممكن يكون نيجاتيف. يعني هول نمبر. ما ينفعش يكون الباور بتاعي ديسيمال، اوكي، ولا يكون فراكشنز. هو الكونديشن محتاج ان يكون الباورز belong to integers number. تمام. يبقى اهم حاجه في الرول ان انا اكون عارف ان الستاندرد بتاعتي لازم يكون الرقم بتاعي more than or equal 1 and less than 10. فتعالى كده نبص على البيكتشر دي تاني. بيقول لي ماس اوف ذا مون، الرقم ده كله. ازاي احول الرقم ده كله بقى ان هو يكون الايه more than or equal 1، ان الرقم ده يكون لا اما 1 لا اما more than 1 and less than 10. ازاي احول الرقم الكبير ده ان هو يوصل للمرحله دي ان هو يكون between ال 1 وال 10؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك انت بتعمل كاونت للزيروز. ادام هو النمبر بتعمل كاونت للزيروز. ادي كده احنا هنقسمها 3 زيروز. ادي 3 3 3 3 3 3. فانا عندي كام 3 زيروز؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى 3 ملتبلاي 6 18 زيروز. انا لغايه دلوقتي عندي 18 زيروز، وفي 2 زيروز يبقى 20 زيروز. خلاص. فنقدر نكتبها كده 735 ملتبلاي 10. ليه 10؟ لان هو قال لك ان الرول بتاعتك ان النمبر بتاعك يكون ملتبلاي 10 to the power of n. خلاص. تمام. طيب انا عندي كام زيروز؟ قلنا 20. يبقى 735 ملتبلاي 10 to the power of 10. طب دي كده اقدر اقول عليها simplification؟ انا كده حققت الكونديشن ده؟ لا طبعا. ليه؟ لان 735 more than 10 اصلا. طب ازاي بقى اخليها بقى less than 10 عشان تكون between ال 1 وال 10؟ قال لك بقى when we see the whole number خلاص، put decimal in the right and moving decimal to the left. هنحرك الديسيمال left بحيث ان يكون النمبر بتاعي ده between ال 1 وال 10. طب انا هحركه كام ديجيت؟ 2 digits. 1 2 عشان يكون 7.35 times. فادام انت حركت 2 digits، لو انت فاكر، خلاص، لما بنعملها moving 2 digits يبقى multiply 10 to the power of 2، لان انا اتحركت 2 digits. multiply 10 to the power of 20 اللي هي already ال 20 zeros اللي كانوا معايا. تمام لغايه دلوقتي. يبقى انا كده حققت له اول كونديشن ان الاي دلوقتي او النوميريك بتاعي بقى بين ال 1 وال 10. يبقى 7.35 تايم. لو انت فاكر بقى في ليسون 1 قلنا ايه؟ when we see like base، يعني هنا 10 وهنا 10، نكتب البيز ونعمل اديشن للباور. تبقى 2 بلس 20 equal 22. يبقى الرقم الكبير اللي كان فوق ده انا قدرت احوله ل 7.35 times 10 to the power of 20. دي كده اقدر اقول عليها simplification. تمام. تمام. تعال نشوف اللي بعدها. هنعمل برضو كاونت للزيرو. بعد كده 3 3 3 3 3 3 3. في كام 3؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 3 ملتبلاي 7 equal 21. وفي زيرو هنا يبقى 22. يبقى انا اقدر اكتبها كده 597 multiply 10 to the power of 22. برضو النموريك بتاعي ده more than 10، فنقدر نحوله
بحيث ان هو يكون less than 10 و more than or equal 1. تمام، يبقى انا هحرك الديسيمال بتاعتي from right to the left. يبقى دي 1 2 بحيث ان هو يكون 5.97 times. انت عملت moving 2 digits، يبقى هنا هتكتب 10 to the power of 2 times 10 to the power of 22 اللي هو النمبر اوف zeros اللي كانوا موجودين. خلاص، فبقت المسألة 5.97 multiply. هنعمل addition للباور لأن هما like base 10 و 10، يبقى نكتب 10 و 2 plus 22 equal 24. تمام، يبقى دي كده أقدر أقول عليها scientific notation، لأن النمبر بتاعي دلوقتي بقى between ال 1 وال 10، بقى more than 1 و less than 10. تمام، يبقى المسألتين دول مش مشكلة لأن هما كانوا هنا. تعالى بقى نشوف لما يكون decimal. اوكي، يعني ده 0.0 كتير جدا. برضه هنعمل كاونت للزيرو افتر ديسيمال، من بعد الديسيمال كده نشوف عندي كام 3 زيروز. دي 1 2 3 4 5 6 7 0. خلاص، يبقى انا عندي 7 3 زيروز، يبقى 3 ملتبلاي 7 ايكوال 21، وفي زيرو هنا يبقى 22. خلاص، فانا اقدر بقى اكتبها. خلي بالك بقى ان الديسيمال هيتحرك كده تو ذا رايت لغايه ما توصل لهنا، لان انا هاخد النمبر اوف زيروز دول، فتبقى 0.53 multiply 10 to the power of negative 22. خدت بالك بقى ايه اللي حصل هنا؟ الباور هنا بقى ايه؟ بقى نيجاتيف، انما الباور هنا كان ايه؟ كان بوزيتيف. ليه؟ لان ده هول نمبر، فالهول نمبر هيكون الباور بتاعه بوزيتيف، انما لما تكون ديسيمال الباور نيجاتيف. انا بعمل كاونت للزيروز، بس الفرق الوحيد ان الباور بيكون نيجاتيف، لان النيجاتيف هنا بيعرفني ان هو كان ديسيمال، فالديسيمال اتحركت من الليفت للرايت، انما هنا الديسيمال موفينج فروم رايت تو ليفت. يبقى هو ده الفرق الوحيد، الدايركشن. تمام، طيب نرجع بقى نبص على الرقم بتاعي ده اللي هو الليتر ايه ده، اللي هو 0.53. ال 0.53 محققه الكونديشن ده؟ لا طبعا. ليه؟ لان 0.53 less than 1. انا عايز لا اما more than 1 لا اما equal 1. يبقى انا لسه محتاج ان الديسيمال تتحرك 1 ديجيت كمان، فتبقى 5.3. وادام عملت moving 1 digit، انت حركتها بقى، بص from left to right، بقت 10 to the power of negative 1، انت حركتها 1 digit. تمام كده، multiply 10 to the power of negative 22 اللي هو كان النمبر اوف zeros، وبقت المسألة 5.3 times like base، يبقى نكتب 10 ونعمل بلس الباور، نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 22 تبقى نيجاتيف 23. يبقى ده كده اقدر اقول عليه scientific notation، لان النمبر بتاعي بقى between ال 1 وال 10، وفي نفس الوقت الباور بتاعي انتجرز. تمام، طيب تعالى نرجع تاني هنا. بيقول لي which of the following number is written in scientific notation. أنا واحد فيهم مكتوب scientific notation and which is not and why. تعالى نشوف أول سؤال معايا. خلي بالك إن الرولز دي لازم تخليها موجودة قدام. لازم يكون الرقم more than or equal 1 و less than 10. خلاص أوكي، ده صح. طب وفي نفس الوقت لازم يكون الباور belong للانتجرز، يبقى دي على طول scientific notation. تمام؟ طيب نيجي في نمبر 2. هنا 45 من البداية كده غلط، مع إن الباور صح، بس إحنا لازم يكون ده between ال 1 وال 10، يبقى دي not simplification because 45 more than 10. طيب تعالى هنا، حد يقول لي دي نيجاتيف، ما أنت كده كده أوريدي هتحط في الأبسوليوت فاليو فيبقى بوزيتيف، فمفيش مشكلة كده، ده برضه صح. طب الباور بينهم الانتجرز، يبقى ده simplification. نيجي في نمبر 4. خلي بالك أنا هكتب لك الرول هنا more than or equal 1 and less than 10، ولازم يكون الباور belong integer. تمام، تعال نشوف. اول حاجه كده 0.72 less than 1، يبقى ده مش مكتوب كده simplification. تمام، يبقى اقول له ان 0.72 كانت less than 1، عشان كده هي not simplification. 1، 1، ما هو احنا قلنا ايه، لازم يكون الرقم لا اما more than 1 لا اما equal 1. طب هو 1، خلاص اوكي. طب الباور belong integers، يبقى ده simplification. طب نيجي هنا، احنا قلنا النيجاتيف هنا مش هيفرق معانا لان هو اصلا اوريدي ابسوليت فاليو، فيبقى ده صح. بس الباور اللي غلط، لان الباور ديسيمال والانتجرز هو النمبر بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو، فيبقى دي نوت انتجر because 2.5 not belong in Z.
تمام. تعالى بعد كده نخش في حاجه جديده، بيقول لي writing number in simplification. ازاي نحولهم بقى ان احنا نكتبهم simplification زي ما احنا قلنا من شويه. تمام. لازم برضو يكون الرولز قدامك، لازم يكون النمبر بتاعك absolute value more than or equal 1 and less than 10. تمام. اوكي، ولازم يكون الباور belong integers. فتعالى ده هو النمبر، هنعمل كاونت للزيروز 1 2 3 4 5 6. خلاص، يبقى الديسيمال في رايت كده ونعمل لها moving to the left. يبقى لو هو النمبر نعمل الديسيمال moving left 1 2 3 4 5 6. طب اقف فين؟ تقف لما يكون النمبر بتاعك more than 1 و less than 10. طب ينفع تقف هنا؟ لا طبعا، لان هي 82. هتعمل لها موفينج كمان 1 ديجيت فتبقى 8.2 تايمز. انت اتحركت كام ستيبس؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى multiply 10 to the power of 7. يبقى لو هو النمبر هيكون الباور بوزيتيف. طب لو هو ديسيمال هيكون الباور نيجاتيف على طول. تمام. برضه بس هناخد بقى الديسيمال from left to the right. هنعملها moving ادي 1 2 3 4 5. اقف لغايه هنا؟ لا. ليه؟ لان هتبقى 0.135. هتبقى less than 1. انا عايزها more than or equal 1، فهضطر ان انا احركها 1 step كمان. بس يبقى انا اتحركت 1 2 3 4 5 6 واكتب كده واكتب 1.35 times 10 to the power of 6 ولا negative 6؟ negative 6. ليه؟ عشان كانت ديسيمال. تمام؟ طيب نيجي هنا. هنا بيقول لي 145 multiply 10 to the power of 8. طبعا 145 more than 1. فأنا محتاج ال 145 دي تحولها الأول لتكون more than or equal 1 and less than. طيب هنحط الديسيمال بتاعتنا في الرايت عشان هو النمبر، ونعمل لها moving 2 digit to the left 1 2. فتبقى 1.45. انا اتحركت كام ديجيت؟ 2 ديجيتس، فبقت 10 to the power of 2. 10 to the power of 2 دي عشان ال 2 ديجيتس اللي انا عملت لهم موفنج ده. multiply 10 to the power of 8. تمام. فبقت 1.45 times like base. نكتب 10 ونعمل بلس للباور 2 plus 8 equal 10. نيجي هنا دي decimal 0.2 less than 1. هنعمل لها moving 1 digit بس كده، فبقت 2.48. فبقت more than 1 و less than 10. يبقى انا صح. بس انا عملت لها moving 1 digit to the ايه right، يبقى بقت 10 to the power negative 1. خلاص دي كده بتاعت دي. بس طب ال 10 power negative 7 زي ما هي. انا بقسم لك المساله بحيث تعرف ايه اللي حصل. فتبقى 2.48 multiply. ادام هما لايك بيز تكتب 10 وتعمل بلس للباور تبقى نيجاتيف 8. هنيجي هنا. طبعا النيجاتيف ده كده كده اوريدي معايا مفيش مشكله. هنحرك الديسيمال to the right 1 2 3 4 عشان تكون 1.5. فال 1.5 مش النيجاتيف 1.5، هي بوزيتيف خلاص عشان هي absolute value. فال 1.5 more than 1 و less than 10. فانت اتحركت كام ستيب؟ تعال نعمل كاونت تاني 1 2 3 4. فبقت multiply 10 to the power of negative 4 times 10 to the power of negative 9. يعني مش عايز اعمل لك بلس الباور على طول غير لما تشوف الستبس. بقت negative 1.5 times 10 ونعمل addition للباور negative 4 plus negative 9 equal negative 30. تمام. ده كده ازاي نكتبها simplification. طيب بعد كده بيقول لي writing number in standard form. ال standard form اللي هو العكس بتاع simplification. هو هيديها لي simplification وانا هحولها له ل standard form. بقى هنا بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي when n is positive، لما يكون الباور positive move decimal point and place to the right. يعني انت شوف ال n بتاعتك دي الباور بتاعك ده كام واعمل له موفينج للرايت على حسب ال n. يعني انا مثلا الباور بتاعي ده كام؟ 5. يبقى انا همسك الديسيمال بتاعتي ده ادام الباور بوزيتيف اوكي، هحركها رايت 5 ديجيتس. طب انا ما عنديش غير 1 ديجيت اوكي، يبقى يتبقى لي كام ديجيت؟ 4 ديجيت. يبقى انا اكتب 37 وبوت 4 زيروز هتبقى 370,000. طيب ده كده بالنسبه لو هي بوزيتيف.
طب بيقول لي when n is negative، لو الباور نيجاتيف بقى ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الفايس فيرس، العكس على طول. بيقول لي move decimal point، ها n absolute يعني، عشان ما فيش اصلا باور بالنيجاتيف. اوكي، absolute value n places to the left. يبقى هنا النيجاتيف باور ده هو دايركشن مش اكتر، لان مفيش باور بالنيجاتيف. تمام، يبقى هنتحرك ليفت كام ديجيت؟ 3 ديجيتس. طب انا ما عنديش غير 1 ديجيت، يبقى انت هتضطر تزود 2 ديجيتس كمان، 1 2، تعمل له موفينج 1 2 وبعدين الديسيمال بوينت، يبقى 0.00738. ده كده اسمه ستاندرد فورم. تمام، طيب تعالى بعد كده نخش على الاوبريشن اون نمبرز ان سيرتيفيكيشن. ازاي نبدا نتعامل معاه ونعمل لهم اديشن وسبتراكشن وكمان مالتبلاي وديفايد. الموضوع سهل جدا ان شاء الله. فبيقول لي addition and subtraction in simplification. اهم حاجه في الاديشن والسبتراكشن للسمبليفيكيشن ان احنا لما نيجي نبص على البراكتس بتاعتنا لازم يكونوا سيم باور. يعني هنا دي 10 to the power of 5 ودي 10 to the power of 6. فاول حاجه كده هتيجي في دماغك ان انت لازم تخليهم سيم باور. تمام، يبقى على طول هنروح للجريتست بار اللي هو 10 to the power of 6. عايزين نخليه 10 to the power of 8 5، يبقى هنحرك دي 1 digit to the right. فنكتب المسألة 3.7 multiply 10 to the power of 5 زي ما هي بلس. خلاص، ال 2.3 دي هتحركها 1 digit فبقت 23 multiply 10 to the power of 5. ليه؟ لأن هي أصلا 2.3 times 10، ف 2.3 times 10 تطلع 23. ما هي ال 10 دي بقى هي 1 باور منين؟ من ال 6. يبقى ده أهم حاجة عندنا في الأديشن والسبتراكشن، لازم أخليهم الاتنين سيم باور عشان أقدر آخد كومن. يبقى هنا هاخد الكومن من الاثنين دول اللي هو هيكون 10 to the power of 5. طب لما اخد الكومن هيتبقى لي 3.7، خلي بالك، ها بلس 23، ها ملتبلاي 10 to the power of 5. يبقى انا اخدت ال 10 to the power of 5 كومن من التو براكتس. تمام، وكتبت 3.7 بلس 23. ده اهم حاجه عندي. بعد كده هتعمل 3.7 بلس 23 فتبقى 26.7 times 10 to the power of 5. خلي بالك ان المساله ما وصلتش لان هو بيقول لك in centrifugation، فانت عندك 26.7 دي more than 10، فهتضطر تحرك الديسيمال 1 digit to the left هتبقى 2.67 times 10 to the power of 6، لان انا لما اتحرك 1 digit الباور هيزيد. تمام، طيب تعال نشوف نفس المساله بس subtraction. اه، هي نفس الفكره، ادام بلس وماينس لازم يكونوا الاثنين سيم باور. فانا عندي 10 باور 8 و 10 باور 9. انا بشتغل على الجريتست باور ده اخليه سمولست باور. طب عشان اخليه 10 باور 8 10 باور 9 دي خليها 10 باور 8 وحركه الديسيمال دي 1 ديجيت، نكتب المساله 0.2 times 10 باور 8 ماينس دي لما نحركها 1 ديجيت تبقى 32 تايمز ده على طول بقى 10 باور 8. بعد كده ناخد الكومن. الكومن اللي هو ال 10 باور 8 كومن هيتبقى لي 0.2 ماينس الاوبريشن اللي between two brackets ماينس 32 times 10 power 8. طبعا using calculator 0.2 minus 32 0.2 minus 32 تدينا negative 31.8 times 10 to the power of 8. طبعا دي not scientific notation، فعلى طول ادام هتحرك الديسمال from right to left يبقى هتزود الباور 1 تبقى negative 3.18 times 10 to the power of 9. يبقى ده كده اهم conditions في الاديشن والسبتراكشن. تمام، طيب بالنسبه بقى للمالتيبليكيشن والديفيجن الموضوع سهل خالص. بنستخدم حاجه اسمها commutative property. اوكي، لو احنا فاكرين الcommutative property، ايه هي الcommutative property؟ فور اكزامبل مثلا لما اقول لك 2 multiply 3 هي نفسها 3 multiply 2، هي دي الcommutative property. فبقول لك multiplication and division in simplification. example number 6 find the result of each in simplification.
على طول انا هعمل كوميوتيتيف لمين؟ هاخد الهول نمبرز ملتبلاي مع بعض في براكت، واسيب ال 10 باور 4 و 10 باور 2 مع بعض في براكت، فتبقى 6.5 تايمز 8، اوكي، تايمز 10 to the power of 4 times 10 to the power of 2. هنا بقى مش زي البلس والماينس، لا هنا بقى الموضوع اسهل، انك بتعمل تشينج، بتغير بس. فلما تعمل 6.5 times 8 تدي 52 times، ها 10 to the power of 4 multiply 10 to the power of 2 put 10 and adding power يبقى 6، فتطلع 52 multiply 10 power 6. طبعا هي not scientific، ليه؟ لأن ال 52 more than 10، فعلى طول نحرك الديسيمال من الرايت للليفت، فتبقى 5.2 multiply زود الباور 1 على طول، بقى 10 باور 7. تمام يا شباب؟ تعال نشوف الديفايد. في الديفايد ممكن نعمل طريقة سهلة جميلة، إن أنا عندي البراكت ده ديفايد البراكت ده، إيه رأيك تيجي نحولهم لفراكشن؟ يعني نكتبها فراكشن بدل ما هي هوريزونتال كده، يعني نكتب كده 2.4 multiply 10 to the power of 11 divided 1.2 multiply 10 to the power of negative 4. خلاص؟ طيب وبعدين بعد ما حولناها فراكشن هنعمل إيه بقى؟ هناخد النومينيتور ده مع الدينومينيتور، والنومينيتور ده مع الدينومينيتور ده، يعني قسمنا بقت 2.4 divide 1.2 times، لان انا معايا صلاحيه ان انا ادام مساله ملتبلاي اقدر اقسمهم مع بعض، 10 باور 11 divide 10 باور نيجاتيف 4، واحل كل فراكشن لوحدها. دي كده على الكالكليتر تطلع الانسر 2 ملتبلاي. ها دي ممكن نحلها وزود كالكليتر عشان ممكن تديني رقم، فانا احولها تاني لباور، سيم باور سيم بيز، اكتب البيز واعمل 11 ماينس نيجاتيف 4، 11 ماينس نيجاتيف 4 تدينا 15. لازم اتاكد هي سنترفيليشن، طبعا سنترفيليشن، لان ال 2 more than or equal 1 و less than 10، يبقى المساله بتاعتي خلصت. تمام؟ طيب. تعال نقول تاني كده في نهايه السيشن الاديشن والسبتراكشن والمالتبلاي والديفايد عشان المعلومات تثبت اكتر. اتفقنا ان في البلس والماينس لازم اهم حاجه اخليهم لايك باور، تمام؟ فدي 10 باور 4 ودي 10 باور 5، فعلى طول بروح للجريتست، اقدر احرك الديسيمال واخلي دي 10 باور 4 على طول. تعالى نكتب كده 2.1 تايمز 10 باور 4 زي ما هي، بلس دي هنحركها 1 ديجيت تبقى 41 تايمز 10 باور 4. طيب بعد كده خلاص المسألة خلصت، لأنك هتاخد ال 10 باور 4 كومن وتعمل التو نمبرز دول اديشن، فتبقى 2.1 بلس 41 تايمز 10 to the power of 4، خلاص فتبقى 43.1 times 10 to the power of 4. طبعا نوت سنتيفيك، فحركة decimal 1 digit to the left يبقى تزود الباور 1، يبقى 4.31 times 10 to the power of 5. دي كده simplification. على في الماينس نفس الستبس بالظبط، هنروح على طول ادام المسألة ماينس للجريتست باور ده، هنحرك الديسيمال 1 digit، نكتب 1.4 multiply 10 to the power of 18 ماينس دي هنحركها 1 digit فتبقى 10.4 multiply 10 to the power of 18 على طول، بدل ما 19 بقت 18 عشان انا عملت موفينج للديسك. وبعدين ناخد الكومن على طول ويتبقى لي 1.4 minus 10.4 times 10 to the power of 18. يبقى من البروبرتيز بتاعت الاديشن والسبتراكشن هو الكومن ده، على طول يوزنج كالكليتور لما تعمل سبتراكشن ده يطلع نيجاتيف 9 multiply 10 to the power of 18، فعلى طول النيجاتيف 9 دي هي اصلا اوريدي 9، اوكي، لان هي absolute value تبقى more than or equal 1 و less than 10، يبقى هي scientific notation. تعالى نشوف المالتبلاي والديفايد، ودي اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم. قلنا في المالتبلاي ان انا على طول بعمل الكوميوتيتيف بروبرتي، يعني هعمل 4 باي 4.5 و 10.7 multiply 10 باور، يبقى على طول براكت 4.5 times 4 multiply 10 power 7 times 10 power 8. هنعمل 4.5 times 4 تطلع 18، اوكي، times 10 7 plus 8 equal 15. طبعا دي not scientific notation، ممتاز.
نحرك الديسيمال 1 ديجيت هنا، يبقى نزود الباور 1 أو 1.8 times 10 to the power of 16. قلنا الديفايد على طول نحولها فراكشن، تبقى 4.8 times 10 to the power of negative 7 divide 0.8 multiply 10 power of 5. وقلنا بناخد النومينيتور ده مع الدينومينيتور ده وده مع ده هنا، فتبقى 4.8 divided 0.8 equal 6 times like base minus power على طول negative 7 minus 5 equal negative 12. هلاقي إن ال 6 more than or equal 1 و less than 10، وكمان إن الباور النيجاتيف 12 belong to z، يبقى دي scientific notation. تمام. أتمنى إن شاء الله إن يكون الدرس عجبكم وسهل. هستنى رأيكم في الكومنتس، ولو أي حد فيكم عنده أي سؤال يبعت لي على طول في الكومنتس وإن شاء الله أرد عليه. بالتوفيق إن شاء الله، ونتقابل في lesson 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.